اهلا بيكم. عارفين ترعة المحمودية؟ اكيد شفتوها. الترعة دي بتمثل جرح عميق في وجدان المصريين. اللي حفر الترعة دي محمد علي باشا من سنة 19 لغاية سنة 1819 تقريبا. كانت معالم الترعة دي أو ترعة المحمودية انتهت. وأنا قاعد أقرأ وراجع التواريخ ما كتبوا الجبارتي عن الترعة دي، وسجل لوحة شديدة القسوة. الترعة اتحفرت تقريبا في 10 شهور، مات في ال10 شهور 12,000 مصري. مش هقول لكم تعداد المصريين سنة 1819 كان كام، لكن الرقم ده كان رهيب. 10 شهور يموت 12,000 مصري، يعني تقريبا كان بيموت في الشهر 1200 مصري أو 1300. يعني المعدل اليومي هتلاقيه رهيب جدا. لو حسبت في اليوم 400 مصري هتلاقي رقم مرعب. كانوا الملاعين الأنجاس عساكر محمد علي بياخدوا المصريين بالسخرة والجبر عشان يحفروا ترعة المحمودية. زي ما كتب الجبارتي وبيقول، كانت مقطوعية الفلاح المصري في الحفر في اليوم 9 متر مكعب. اضرب بقى 9 في 6. كان يفضل الفلاح يشتغل من مشرقها لمغيبها، واللي كان يمرض أو يتعب ما كانوش بيعالجوه، كانوا بيدفنوه على جانب الترعة. يعني شواطئ وحواف ترعة المحمودية كلها شهداء من الشهداء المصريين الأبرار في مأساة ما عرف بحفر ترعة المحمودية.